المحترمين، احنا النهارده في زياره ثقافيه وترفيهيه في نفس الوقت. كل الناس المحترمين دولت اهتموا ان هم يجوا النهارده عشان يشوفوا معلم غير تقليدي لكل الناس اللي بتيجي تزور المزارات في القاهره. القصر اللي احنا موجودين ده فيه، احنا في حديقه القصر دلوقتي، دي فيها اندر النباتات الموجوده اللي جابها محمد علي توفيق من اوروبا عشان يكون القصر بتاع العرش اللي هيحكم فيه حكم مصر. الراجل ده كان حظه سيء لانه كان على امل ان هو يحكم مصر، وهو كان حاسس ان هو جدير او الدور عليه في حكم مصر. بنى القصر ده سنه 1901 وعمل قاعه اسمها قاعه العرش، وفي متحف للصيد هنشوفه برضه، في مسجد بناه سنه 1901 بايد الصناع المهره المصريين اللي كانوا بيستعينوا بيهم في الاستانه لتعمير الاستانه ومساجد الاستانه. قامت على الصناع المهره المصريين، الاسطوات المصريين هم اللي عملوا. كل صانع ماهر كان بيروح الاستانه يبني الحضاره في الدوله العثمانيه. فاحنا دلوقتي هنخش القصر اهوت، هنتوجه للقصر. طبعا، بس هنتوجه للقصر دلوقتي ونشوف ايه معالم القصر، وبعد كده هنروح قاعه العرش اللي هو كان عاملها خصيصا لحكم مصر. هو السليم الاول كان بياخد معاه زي ما انتم شايفين. اتفضلوا. ايه رايكم؟ بالظبط. لا 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 لا، احنا في العصر الحديث، ده كل ده في العصر الحديث. ده طبعا الجناح الشتوي، كان عامله على جناحين، قاع للاستقبال وقاع للاقامه. وكانت القاع للاقامه حتى الخشب اللي هو جايبه من اوروبا بيوحي بالمكان بالتدفئه، عشان تحس ان انت في جو من التدفئه. كان في سرير هنا للوالده باشا اللي هي ام محمد علي توفيق، اللي هي زوجة الخديوي توفيق. كان عامل لها سرير هنا وزنه 800 كيلو من الفضة الخالص. طبعا السرير اتنقل للمتحف الخاص بتاع محمد علي توفيق، وده الجو اللي هو بتاع الشتوي بتاع الإقامة بتاع قصر محمد علي توفيق. حضرتك طبعا النهارده حابينك تعرفنا على لقاء نادي الصفوة اليوم في زيارة قصر محمد علي. أنا طبعا برحب بيكم، وبرحب إن أنا يعني عضو صغير جدا في الصفوة. أنا بتشرف بيكم النهاردة وبتشرف بلقائكم، بتشرف بالصحبة الحلوة ديت. إحنا بنزور قصر من القصور النادرة في مصر، الفترة اللي حكمت فيها الأسرة العلوية، وهو قصر محمد علي توفيق. وإحنا قلنا تفاصيل على قاعة العرش ومكان الإقامة. دلوقتي بننقلكم على الصالون الفرنسي أو الأبيسون. احنا شايفين بصراحة منظر روعة. حضرتك كل تفاصيل الصالون الفرنسي هو كان عامله برضو للاستقبال الضيوف. كان بينقل حته طراز اسلامي في قاعه البهو، طراز على النظام الاوروبي. فاعتقد ان دي ادق تفاصيل الصفوه عرفتها النهارده عن تاريخ بلدهم، واحنا سعداء جدا ان احنا بنقول ادق التفاصيل عن تاريخ مصر في فتره الاسره العلويه.